النهارده انا جربت بي اس 4 معدل بنفسي، وصدقوني اللي شفته كان خيال حرفيا. من الاداء والالعاب كانوا تجربه مختلفه تماما. من اول ثانيه هتحس انك دخلت عالم جديد، عالم كله اثاره وتشويق ومغامره. هوريكم كل اسرار الجهاز، كل المميزات اللي هتخلي كل لعبه تحسسك انك بتلعب لاول مره، ومن الاداء اللي ممكن حرفيا تجيب اقصى اداء ممكن جهازك يجيبه، والعيوب اللي لازم كلكم تعرفوها قبل ما اي حد فيكم ياخد الخطوه. استعدوا لان اللي هتشوفوه النهارده هيغير كل مفهومكم عن البلاي ستيشن. قبل التجربة خليني في الأول أحكي لك أو أشرح لك يعني إيه بلاي ستيشن 4 معدل. البلاي ستيشن المعدل هو ببساطة جهاز بلاي ستيشن عادي معمول عليه تغيرات أو تعديلات علشان يقدر يعمل حاجات مش ممكن يعملها وهو جديد بالمصنع. يعني الجهاز نفسه هو الأصلي، لكن في حاجة بنغيرها، هو السوفت وير. ده طبعا السوفت وير بنغير في نظام الجهاز علشان يقدر يشغل ألعاب أو برامج مش أصلية، أو يضيف حتى مميزات زي مثلا تشغيل ألعاب قديمة أو تعديل مثلا في الألعاب. خليني بقى أقول لك المميزات بتاعة البلاي ستيشن 4 المعدل وليه الناس بتروح تعمل بلاي ستيشن 4 المعدل. اول حاجه وهي تشغيل الالعاب اللي مش اصليه اللي هي الكراك، ودي طبعا اهم ميزه في البلاي ستيشن 4 المعدل. وطبعا تقدر تلعب اي لعبه من غير ما تشتريها من البي اس ستور او المتجر بتاع بلاي ستيشن. يعني حتى ممكن تلعب كول اوف ديوتي او فيفا او جي تي اي او اي لعبه جديده تيجي في دماغك بدون ما تدفع جنيه واحد او دولار او اي حاجه. طبعا ده مفيد جدا لو انت بتحب تجرب العاب ومش عايز تدفع في نفس الوقت فلوس على كل لعبه. تاني حاجه بقى وهو تشغيل الالعاب القديمه. طبعا الجهاز المعدل يقدر يشغل العاب البلاي ستيشن 1 والبلاي ستيشن 2 بكل سهوله، لكن طبعا ممكن تلاقي تعديله تشغل لك البلاي ستيشن 3، لكن ده من النوادر جدا انك تلاقي بلاي ستيشن 4 معدل يشغل لك العاب البلاي ستيشن 3. طبعا ده ممتاز جدا لو انت بتحب الالعاب الكلاسيكيه وما عندكش الاجهزه القديمه. طبعا مثال طبعا تقدر تلعب مثلا ميتال جير سوليد من بلاي ستيشن 1 او جاد اوف وور من بلاي ستيشن 2 على جهازك البي اس 4 المعدل. دي طبعا ميزه خرافيه جدا لاصحاب طبعا النوستالجيا واصحاب اللي هي الحاجات البي اس 1 بقى والالعاب دي كلها. تالت ميزه عندك انك تقدر تضيف تعديلات على الالعاب وهي المود. تقدر تغير في الجرافيكس والشخصيات والاسلحه وحتى طريقه اللعب على اي لعبه تيجي في بالك. ردة اللي انت شايفها قدامك دي تقدر تغير فيها اي حاجه تيجي في بالك على البلاي ستيشن 4 المعدل. يعني ممكن تخلي اللعبه شكلها مختلف او اكتر حماسيه من الطبيعه بتاعتها. متخيل؟ ودي طبعا حاجه مش موجوده على البلاي ستيشن 4 العادي او اي بلاي ستيشن عادي اصلا مش معدل. طبعا رابع حاجه انك بتثبت برامج وتطبيقات خارجيه. تقدر تثبت برامج او اي تطبيق يجي في بالك حتى لو مش متاح على بلاي ستيشن 4 تقدر تثبته على بلاي ستيشن 4 عادي جدا، وحتى لو مش متاح على المتجر بتاع بلاي ستيشن 4 تقدر تثبته عادي جدا. ده غير طبعا ان هي مع مرور طبعا الوقت بتوفر لك فلوس كتير جدا. تخيل انت بتحمل اللعبه الواحده ب 10 جنيه. تخيل انت مثلا بتروح تشتري لعبه ب 60 ولا 70 دولار، لا انت هتحملها على جهازك المعدل ب 10 جنيه. ودي طبعا اكبر مزايا البلاي ستيشن 4 المعدل هنا في مصر او تقريبا في اي حته. تقريبا 10 جنيه دي تقريبا ما جاتش نص دولار اصلا. فدي طبعا ميزه خرافيه جدا على البلاي ستيشن 4 المعدل. لكن طبعا انت عندك ملحوظه مهمه جدا ان كل المميزات دي جايه مع مخاطر، زي مثلا انك ممكن تتحذر من شبكه البي اس ان لو ربطت الجهاز بالانترنت. وطبعا بعض الاجهزه المعدله ممكن يكون فيها فيروس، يعني لازم تكون متاكد من الراجل اللي انت بتحمل من عنده التعديله او بتحمل من عنده اي لعبه. طيب يا جماعه ده الجهاز بتاعي واظن باين جدا ان انا محافظ عليه. يعني شايفين يا جماعه هو ده الجهاز اللي هيحصل عليه كل التجارب وكل التخلف اللي انا هعمله عليه، وكل الحاجات دي كلها مش هتنفع من غير الاسطوانه دي. والحمد لله ان انا ما عملتش تعديله اللي هي الفلاشه الغريبه دي طبعا يا جماعه، لان انا الحمد لله اصلا سوفت وير 12.02، فالحمد لله ان انا تعدلت اسطوانه بس من غير الفلاشه والحاجات اللي بتعقد الواحد دي. طبعا يا جماعه انا خدت الجهاز بتاعي، واحد طبيعي جدا رايح يودي الجهاز بتاعه يتعدل او يتهكر على حسب ما انتوا بتسموه، ورايح طبعا احمل الالعاب. قلت كده خطرت في دماغي كده ليه ما اقولش طبعا هو كان ساعتها صاحبي اللي بيعدل لي الجهاز، اقول له ان يفتح لي الجهاز ونشوف الجهاز من جوه شكله عامل ازاي، بحيث انه عايز يتنضف ولا عايز يحصل له ايه بالظبط، فاشوف مثلا. وده اللي حصل معايا وده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي وهتتصدموا. هو على كميه التراب الجهاز مش هتنضف ايه؟ ده عايز يتنضف ايه يا ابني؟ ده عايز يتاخد بالمكنسه. دي المروحه بقى اللي بتعمل كل الاصوات دي. حاسه كده. يا جماعه الجهاز مش طبيعي والله العظيم، انا اتخضيت. انا فعلا اصلا انا ساعتها كانت اول مره افتح في جهازي، فنصيحه مني ليك حرفيا انا جهازي كان بيجيب مني حراره على طول، فنصيحه مني ليك لو انت جهازك بيجيب على طول حراره افتحه وشوفه ونضفه، لان انا فعلا خرجت ساعتها كميه تراب مش طبيعي. حاليا انا شغلت الجهاز وزي ما انتوا شايفين كده كل الالعاب معمول عليها قافل.
ما اقدرش اشغلها من غير الاسطوانه دي. وخليني اقول لكم ازاي بتحطوا التعديله. زي ما شايفين كده يا جماعه، هنحط السي دي في طبعا عشان الالعاب تفتح وكده هنحطه في الجهاز زي ما شايفين. طيب حاليا السي دي دخل، وحاليا هو زي ما انتم شايفين هو هنا كده بيتقرأ اهو. المفروض انه يخش هنا اللي هو الجولدن هين. طيب حاليا جولدن هين ظهر اهو. المفروض ان احنا نضغط اكس كده. بص بقى، المفروض التعديله حاليا بتشتغل. طيب التعديله حاليا اشتغلت اهي الحمد لله من غير اي حاجه، والسي دي حاليا هيخرج اهو. بس كده السي دي خرج. طبعا ساعات التعديله بتعلق معاك كده وما بتشتغلش، فلو علقت معاك انا عايزك ترستر الجهاز ذات نفسه رستره وخرج طبعا منه الاسطوانه، وبعد كده دخل الاسطوانه تاني وهتلاقي التعديله نفعت معاك. وحاليا بقى خليني اوريكم الالعاب اللي موجوده عندي على الجهاز واللي انا حملتها. طبعا ده كده حملت اف سي 26، اخر اف سي اصلا هتنزل على بلاي ستيشن 4، وان شاء الله يعني يحذر معجزات وتنزل اف سي 27 ان شاء الله. لكن ده كده هحمل اف سي 26. طبعا يا جماعه بعد كده عندكم رايز اوف ذا تومب رايدر. انا شفت الجرافيك بتاعها خطير جدا، وبدايتها انا بدات اللعبه دي كانت بدايتها تحفه جدا، وان شاء الله هجربها واقول لكم تجربتي فيها كانت عامله ازاي. وطبعا بعد اللعبه دي عندك طبعا ذا ويتشر، من احسن الالعاب اللي جربتها على بلاي ستيشن 4 يا جماعه. اللعبه دي فعلا ما بيتزهقش منها، صدقني اللعبه دي عالم مفتوح تقدر تعمل فيها اي حاجه، وقصه تقدر تختمها زي ما انت عايز، وفيها حرفيا كم تحديات في اللعبه دي مش طبيعيه. فصدقني لو انت ما لعبتش اللعبه دي فانت فعلا فايتك كتير. عندنا بعد كده كول اوف ديوتي بلاك اوبس 3، افضل لعبه كول اوف ديوتي بلاك اوبس ممكن اجربها او ممكن اكون جربتها في حياتي بعد بلاك اوبس 2. يا جماعه اللعبه دي من كتر ما هي تحفه جدا مش هتخش سايبر في بلاي ستيشن 4 ومش هتلاقي موجوده اللعبه دي. صدقني دي من احسن الالعاب اللي انت ممكن تلاقيها على بلاي ستيشن 4 او بلاي ستيشن 5 حتى كمان. طبعا انا عندي ايام مضت اللي هي دايز جان بس، وطبعا مترجمه بالمصري، ودي طبعا برضو حرفيا بتكون قاعد متوتر اصلا في اللعبه، انت تحس ان انت الشخصيه ذات نفسها. طبعا عندي بعد كده ذا لاست اوف اس بارت 2 كلنا عارفينها، وريزيدنت ايفل 7. اللعبه دي فعلا ما عجبتنيش انا شخصيا، طبعا عشان جربت ريزيدنت ايفل 4 كانت عجباني جدا، لكن ريزيدنت ايفل 7 هي شخصيا انا ما عجبتنيش. ليتل نايت مير بكل اجزائها يا جماعه هي تحفه جدا، وبالنسبه لي هي من اوائل الالعاب اللي انا ختمتها اصلا على بلاي ستيشن 4. طبعا عندي سبايدر مان 1 انا بحب اللعبه دي جدا، وعندي طبعا انشارتد 4 افضل لعبه لعبتها في حياتي هي انشارتد 4، وطبعا ريزيدنت ايفل 4 كده، وعندي جوست اوف توشيما، وعندي جانج بيست، وعندي التكس 2، وعندي طبعا بيس 26. دي طبعا كل الالعاب اللي موجوده عندي. وطبعا يا جماعه عايز افكركم بحاجه، ان انتوا بتلعبوا على بلاي ستيشن 4 بالذات لو كان برو، فما تنسوش صوت المروحه اللي انتوا هتسمعوه. نضفتوا الجهاز ما نضفتوش الجهاز، انتوا كده لازم تسمعوا صوت المروحه، ده اساسي عند بلاي ستيشن 4. انا يا جماعه كنت بشغل لعبه تقيله، وحاليا ده صوت المروحه. انا حاليا كنت بشغل لعبه ذا دايز جان، يعني زي ما انتم شايفين كنت في لقطه اكشن اصلا الزومبي بيجري ورايا، لكن يعني بصوا انا هتضرب دلوقتي يعني ربنا يستر. اهو شايفين طبعا يا جماعه كام زومبي بيجري ورايا. بصوا يا جماعه انا حرفيا لزقت المايك في المروحه عشان اثبت لكم ان فعلا صوت المروحه عادي. فربنا يعين كل واحد معاه جهاز بلاي ستيشن 4 في 2026. وعلى فكره بمناسبه 2026 وبلاي ستيشن 4، فانا عايز اقول لك ان الجرافيك بتاع بلاي ستيشن 4 في 2026 هو لسه قوي جدا، ولو انت مش مصدقني فشوف كده وانت احكم. يا جماعه شايفين الجرافيك عامل ازاي؟ لا انت كده هتموت نفسك. ده جرافيك بي اس 4، يعني دي طبعا لعبه ذا دايز جان. يعني انتوا متخيلين شايفين الجرافيك عامل ازاي يا جماعه؟ يعني صدقني انت فعلا هتستمتع. وبمناسبه ان احنا جينا على الاداء وفي بلاي ستيشن 4 معدل، فانا عايز اقول لك ان انت تقدر تشوف استهلاك السي بي يو، استهلاك الجي بي يو، استهلاك الرام ذات نفسه على بلاي ستيشن 4، وكمان تقدر تشوف الاف في اس قدامك كمان وانت بتلعب. اتفرج وشوف كمان الطريقه ازاي تجيب كل الحاجات دي. ازاي بقى ظهر الفريمات؟ هقول لك دلوقتي. تروح برضو على الجولدن هين، وبعد كده تروح عند طبعا نفس الجيم اوفرلاي، وبعد كده تروح عند شو اف بي اس، وطبعا شو رام يوزج وشو في رام يوزج، وكل الحاجات دي اعمل عليها صح عشان تشوف استهلاك كل حاجه وانت بتلعب. طبعا كل هيظهر معاك كل اللي انت شايفه ده الفي رام وما اعرفش ايه، وهيظهر هنا تحت على الشمال الاف بي اس، عشان كده ما تنساش انك تفعل دول لو انت عايز تتابع كل حاجه عندك في الجهاز. طبعا شايفين جوده اللعبه اللي هي جوست اوف توشيما على بلاي ستيشن 4 رهيبة يا جماعة. وبس كده اكون عدلت جهازي ووريتك التعديلات وتجربتي مع الجهاز. طبعا يا جماعة احنا في ايام امتحانات، وطبعا انا اضطريت ان اسهر عشان اعمل لكم الفيديو ده، وفعلا ده من اطول الفيديوهات اللي عملتها على القناة، فتقديرا بقى بلايك وسبسكرايب عشان نوصل ل1000 مشترك في اسرع وقت. بس كده كان معاك يوسف، وسلام.